الإنسان مشكلته دايما إن هو حاسس إن دماغه ما بتقفش طول الوقت، في صوت في ودانه، أفكار وأسئلة وتوتر ومقارنات. المشكلة بقى مش في التفكير، المشكلة عدم القدرة على إنك توقف تفكير لما تبقى محتاج. في عالم مليان دوشة ومشتتات، السكوت الداخلي بقى نادر، والمشكلة كلها ان هو بقى حاجة ضرورية مش رفاهية. انت بقيت محتاج انك انت تسكت شوية من جواك، تريحها. فليه الواحد بيفكر كتير؟ ايه الاسباب؟ ازاي تتخلص من الموضوع ده؟ بكل بساطة، التفكير الزيادة، الاوفر ثينكينج، السجن اللي محدش فينا شايفه. وليه تفكيرنا مش بيقف؟ عشان انت دايما متعود على الصوت الداخلي يبقى صوت عالي. انت بتخاف من السكوت فبتربط الموضوع بالوحدة، وعمرك ما بتدرب نفسك على انك تبقى حاضر. ودايما عندك حالة مقارنة، بتقارن نفسك بكل اللي حواليك طول الوقت، وبقيت حاسس انك انت ما بقاش في وقت ليك انك ممكن تمل. المجتمع بقى مخليك مش عارف تحس بالملل اصلا، فعلى طول دي شغالة. ازاي ممكن تحس انك انت من الناس اللي بتأوفر ثينك؟ واحد عنده تفكير زيادة كتير، عندك دايما صعوبة النوم، واللي بقت عندنا كلنا الإحساس الدائم بالتوتر، جلد الذات على كل حاجة دلوقتي أو حصلت زمان، القلق من المستقبل والبكرة بشكل مبالغ فيه. دايما ما عندكش تركيز، مش مفيش حاجة بتعرف تكملها. وأوحش حاجة بقى فقدان الإحساس باللحظة، وتصرفات متهورة مش صح نتيجة ضغط الأفكار واللعبكة اللي بتحصل فوق. أنا كده أقول لك مثال، واحد بيحاول ينام، دماغه شغالة تفكير في كل اللي حصل النهاردة واللي هيحصل بكرة، وكلمة سمعها من حد من 3 سنين. بيصحى تاني يوم تعبان، مش من الشغل، من دماغه. ازاي بقى التفكير الزيادة بيأثر على صحتك الجسمانية؟ صداع مزمن، بتحس بوجع في بطنك مع ان ممكن ما يكونش عندك وجع في بطنك. تخيل كده ان ممكن يجيلك مشاكل في التنفس لمجرد ان انت بتفكر كتير، فبرضه بتعتقد انك مش عارف تاخد نفسك. وبتحس بقى بضربات قلب سريعة، ما انت بتعمل سيناريوهات وبترسم وكل حاجة بتطير. تخلي نفسك تبعد عن الناس وتخسر شغل وتتوقع الأسوأ. إرهاق عام من غير أي سبب. يعني ايه بقى سكوت داخلي؟ مش معنى السكوت الداخلي انك انت ما يبقاش عندك افكار خالص، لا، يعني افكارك تبقى تحت سيطرتك مش العكس. وهي عبارة عن حالة بتكون فيها واعي بكل حاجة حواليك، ومش بتحكم على نفسك، ومش بتجري ورا اي فكرة تيجي في بالك وتفضل تعمل لها سيناريوهات. زي اكنك بتتفرج على سحابة معدية، مش بتمسكها، صح؟ بتلاحظها وبتسيبها تروح. الصمت الداخلي ده عبارة عن فراغ داخلي مليان حياة انت ترسمها صح، بتركيز ووعي وعمق. وليه هو الصمت الداخلي مهم؟ عشان تسمع نفسك الحقيقية، وعشان لما تسمعها مش هتاخد اي قرار هيكون ناتج عن خوف او ضغط، انك وقتها هتعرف تخرج من التفكير الاوتوماتيك، التفكير اللي بيحصل لوحده، اللي هو الاوتو بايلوت شغال كده. الصمت الداخلي بيخليك تقوي البوصلة اللي جواك اللي هتمشي المواضيع، بتفهم نفسك اكتر، بتقدر تحدد انت عايز ايه فعلا، مش بتجري ورا كل صوت حواليك وخلاص مجرد انك عمال تفكر وبس. ازاي بقى يا سيدي تهدي عقلك وترسيه كده؟ خلي نفسك دايما قاعدة في مكان هادي، ما بتسمعش معلومات كتير وما بتلقطش كلام كتير. اكتب بحرية، جرب ان انت تقعد تكتب اي حاجة تخطر على بالك، ما تفلترهاش، حتى لو كان الكلام ملخبط مش مهم، بس طلع اللي جواك بأي طريقة وبأي شكل. حاجة غريبة جدا واللي انا عايزك تعملها انك تلاحظ اللي حواليك. خلي 5 دقايق كده، شوف اللي حواليك وشوف ايه اللي بيحصل، اسمع الأصوات، شم، حس بيك. ده بيرجعك للحظة اللي انت فيها. انا عارف ان هو غريب شوية، بس هيحسسك باللحظة اللي انت فيها. حاول بقدر امكانك انك تنعزل يوميا عن كل حاجة. اختار وقت معين في اليوم انك تقفل الموبايل خالص وتسكت
وما يبقاش في حواليك اي صوت. اقعد مع نفسك لوحدها كده يا سيدي 10 دقايق. ممكن اول مره او مع الوقت تحس بتوتر، تحس انك انت في حاجات عماله تروح منك ما بتعملهاش، بس صدقني مع الوقت وتدريجيا هتلاقي دماغك ونفسك بتهدى والتفكير الكتير بيقل. اعتبر كده انك انت قدامك شاشة فيها كل الافكار اللي في دماغك، واحدة واحدة تمسح فكرة فكرة وتسيب الشاشة فاضية، او لحد ما توصل انك تخلي الشاشة فاضية. ايه اللي بيمنع ان الصمت الداخلي يحصل وتبدأ ان انت تبص للافكار اللي جواك وتحلها؟ ايه؟ توقع معايا ايه هي اكتر حاجة؟ الادمان للتليفون. كل دقيقة بتبص للتليفون بتمنع عقلك انه يهدى. كل سكرول وكل ريل وكل فيديو تشتت اكتر واكتر. كل مرة بتعدي حاجة بتقارن وتقارن وتقارن وتفكر اكتر، وليه ده وليه ده وليه ده، وبتهرب من مشاعرك. ساعات بتقعد تفكر كتير عشان خاطر ما تواجهش شعورك بالحزن او مشكلة حصلت معاك، وبتقعد تفكر بس علشان ما تواجهش، ويبقى درع مزيف بالنسبة لك انك قعدت تفكر لكن ما عملتش حاجة. حواليك بتنسى تغيره، الناس والبيئة المزعجة، صوت عالي ومعلومات كتير، كل ده بيزود التفكير. عدم وجود وقت للفراغ، طول الوقت مشغول. وقت الراحة ماسك تليفونك وبتتفرج على السوشيال ميديا وبتقارن نفسك بالناس وعمال تتواصل مع ده وتبعت لده وتتصل بده، وده المفروض وقت الراحة ليك. مفيش سكوت، انك بتفرط انك تحلل اللي بيحصل، بتطنشه كده وعادي وتسيبه الوقت التفكير الكتير. ما بتحللش كل تصرف بيحصل مع الناس لوحدك على طول، كل كلمة كل سيناريو انت شلته جواك. وده مش اللي هو ايه ده انا بزود عليا، لا، انت بتعرف بسرعة، بتحل بسرعة، ما بتراكمش كل حاجة وتيجي 24 ساعة عمال تفكر وتجيب حاجة من 3 سنين. من اوحش الحاجات عدم الثقة في اللحظة اللي انت فيها. دايما بتصدق ان المستقبل اهم من دلوقتي، بتفضل عايش في بكرة او امبارح، وده بيخليك مش قادر تهدى خالص. انت محتاج تعيش اللحظة وتهدي نفسك. كل ما تحس انك بتفكر بزيادة وبتعدي الموضوع وبتجيب له بكرة، فكر في اللحظة اللي انت فيها، ان فكرة واحدة مش نهاية العالم، لسه في حاجات كتير. ودايما ابقى اسأل نفسك السؤال ده في كل حاجة عن الحاجة، وقبل ما تنام، ايه فكرة النهاردة اللي خدت مني كل وقتي اكتر من اللازم؟ واكتبها وراجعها وحلها، بس من غير ما تحكم على نفسك. جرب كده معايا انك انت تمشي من غير ما تسمع ميوزك حتى، كل حاجة وانت مركز فيها وانت بتاكلها. جرب تغسل وشك بالمية وانت حاسس كده، خلي جسمك يحس بكل نقطة بتلمس جسمك. اللحظات الصغيرة دي هي اللي هتبني الصمت الداخلي جواك، واللي هيخليه يعرف يفكر بكل ذكاء وحنكة. السكوت الداخلي مش سهل، هو ممكن، وانا عارف مع كل مشتتات الحياة والافكار اللي فيها صعب انك انت تبطله. الموضوع محتاج تدريب، مش مرة واحدة كده وخلاص، بس كل مرة هتعدي فيها هتكسب لحظة سلام وسط كل الزحمة اللي حواليك. وانت لازم تواجه نفسك وتقول لها انك مش افكارك، انت اللي بتشوف كل الافكار قدامك وبتقرر وقتها تسمع مين. مش عيب انك انت تكون بتفكر كتير، انا ما بقولكش فكر قليل او ما تفكرش خالص. الفكرة كلها انك تعرف تهدى وقت ما تبقى عايز. بس يا سيدي، اتمنى تكون وصلت لهنا، اتمنى تكون دايما بخير وبصحة وسلامة، واتمنى ما كنتش خليتك تفكر كتير وفكرتك بكل حاجة فاتت وجاية ومش عارف ايه، وبدأت انك انت ترتب افكارك واللي يستاهل تبدأ بيه، وتعيش اللحظة اللي انت فيها زي اللحظة اللي انت بتتفرج فيها على الفيديو ده. واتمنى تكون عرفت حاجة جديدة وتعلمت حاجة جديدة، وبجد عشت اللحظة بتاعت الفيديو ده وخدت كل حاجة تفيدك فيه. معاكم محمد صالح موكا، بيحاول هو كمان يبطل التفكير زيادة، وبيحاول هو كمان يعيش اللحظة وما يفكرش في بكرة، ويسيب بكرة لبكرة. يرسم له، بس ما يبقاش هو محور اليوم. مش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد اول باول. يعني اتمنى تكون بتتفرج على كل الفيديوهات، اتمنى تكون بتوصل لك كل حاجة تخليك احسن، عشان نعيش كلنا في حياة احسن، وان احنا نكون بنحاول يعني. بس
خدوا بالكم من نفسيكم، ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد زي ده المره الجايه.